مرحبا بكم يا جماعة في بلاد جديدة، والمرة هذه في تركيا. يلا نقولكم شنو ما أهم الأماكن تنجموا تزوروها في وقت قصير، وين تنجموا تمشيوا إذا عندكم ترانسفير ولا ترانزيت من في اسطنبول لمدة 3 أيام ولا 4 أيام ولا نهارين في اسطنبول. يلا ولازمك تبدأ نهارك بقهوة تركية وسميد وزيتة. أنا هكا نحب الفطور الصباح، وهوني فما برشا معناها فطور تنجم تعمل فطور تركي، أما أنا الصباح نحب حاجة حلوة قهوة تركية. هذا الفطور يتكلف 150 ليرة، سميد ب50 ليرة، سميد بالنوتيلا، والكوفي تركش كوفي ب100 ليرة. تنجم تاخد تصور يقعدون السوفينير، والا تنجم تدخل تشوف المدينة من فوق. وهذا من الاسعار في الوقت هذا كل مرة يتغيروا 30 يورو اي 1700 تركش ليرة. مكان سياحي جدا يا جماعة، غير ما تقلقوش كتجيو لنا نشوفوا العباد. نجموا تشوفوا كي تطلعوا تشوفوا مقاعد، شوفوا الناس اللي فوق. أول أكلة هي الميديا هو الحبار، حبار محشي بالأرز. فهذه تكلفت لي 255 ليرة، أي تقريبا بالدولار تقريبا $5. فخليني ناكل ونشوف نفس المطعم اللي متذكرته ولا. شوفوا محشية بالأرز. أول حاجة ضربة الخرص باش تجيب هنا، بعد هذه هكايا هزها كل. يا جماعة ما يتبدلش رأيي فيها الميديا، بالحق ما يتبدلش رأيي فيها. هذه لازم اللي يجي لاسطنبول يجربها من الاخر يا جماعة، بالحق بنينة لذيذة جدا. هذه سبايسي، نشوفوا سبايسي خير ولا. ما غير سبايسي أبد، هلت يعني. أم تبقى شهادتي مجروحة في الميديا. والأكلة الثانية اللي لازمكم تجربوها هي البالك إكمك. بالك إكمك هي ساندويتش متاع سمك، ساندويتش حوت كما نقولوا احنا. ساندويتش السمك هذا تجربوا فيه مليونو. ديما نقولها بالغلط اما تنكتبها لكم اللوطه. حاسين المكان هذايا، المكان هذا اشهر مكان في قلب اسطنبول للساندويتش هذا. Selamun aleyküm. Burası Eminönü Meydanı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bu da ablam da limonata içmeye gelmiş. Teşekkür ederim. Limonata abla. Thank you. بالك يكمك تقريبا هذا تكلف 225. نذوق أمانة نعرف اللي لازمكم تجربوه كتجيو لاسطنبول. 225 تركش ليرة، أي ما يقارب. تنقول نحط لكم النقطة، أما تقريبا $6 5 وشوية. بعد لازم نحليو بالقطانية المقلية. شنو تقولوا لها في بلادكم هذيا؟ هون يقولوا لها الكوزمسة. Böyle bir şey zaten.
بحقك. العفارة كيف تنجموا تسيروا وإلا تنجموا في نفس العفارة تمشي رصيدة كانت تعرفون الرجل أصلا على التلفزيون توصلوا المكان هدايا اللي هو السوق المصري والأسواق اللي معروفين، والموسكي هدايا زادا نجموا تزوروه. جامع اسمه جامع جديد ولا إيمينونو جامع. الأكلة اللي معروفة بها زادا تركيا اللي هو بوراك. وأنا خديت بوراك فما بالتشيز وفما باللحم وفما بالبطاطا. أنا الحق ما شبعانة معناها على اللحم فخديت بالبطاطا وما ناكلش التشيز. خلينا نذوق. بنين مش نورمال يا جماعة. هذه ظن الأكلات اللي لازمكم تجربوهم هي اللحمة جون والبيتا. هذه تقريبا 215 ليرة، وهذه 370 ليرة. هذه بالدجاج وبالجبنة، هذه بالخضروات. هذوما 2 أكلات معروفين في تركيا ولازمكم تجربوهم، خاصة لحمة جون. أنا الحق الحاجات اللي نحبها. وكيفاش تتاكل لحمة جون؟ تتاكل تتعصر عليها قارص وتحط فيها هذا وطماطم وتاكلها. لو اني انا نحبها ناكلها كيكه ساده ما نحط عليها شيء. إذا ما حاجتين لازمكم تجربوهم. والايضا بالطبيعه هذا المشروب اللي مشهوره به تركيا. 2 أماكن لازم تزورهم: الجامع السلطان أحمد وجامع هيا صوفيا. المكان اوريدي سياحي هاكم شوفوا الناس. المكان هذا سياحي. تدخل الجامعة، الناس تجي باش تدخل الجامع السلطان أحمد وتدخل هيا صوفيا. المسجد هذا هيا صوفيا في المعمار متاع المسجد. يا جماعة اللي الجامع هذايا جامع هيا صوفيا كان قبل كنيسية ومن بعد ولا جامع، بعد رجع كنيسية ومن بعد رجع جامع، وأخيرا أصبح جامع. كما تشوفوا فيه الرسومات هذوكم اللي الفوق، رسومات من الكنيسية هذوكم، يعني في خليط بين الجامع وبين الكنيسة. شوفوا الجامع هيا صوفيا وقت اللي ظلمت الليل. شفت الاركيتكتير والكل تقول اللي هي كنيسية، يعني حاولت أخيرا إلى جامع يصلي فيها المسلمين. لازمك تدخل لجامع السلطان أحمد
من أجمل الجوامع اللي تنجم تدخلهم. الحق معمار وكل شيء. الناس اللي تحب الحلويات عندكم هذا فاروق بولاتي، هذوما الكنافة حلويات عندهم من يقعدوا، يعني أنا بقلاوة، هذا الكل نجم تلقاهم في شارع تقسيم. ولا هذا زادا معروف شو اسمه هذا هاشي عثمان، هذا معروف جد حلويات، البقلاوة الكنافة. للناس اللي مغرومة بالحلويات لازمكم زادا تذوقوهم. بقلاوة لازمك تاكل دونار من هذوما اللي وين ميدان تقسيم. 140 تركيش ليرة. يلا وفات رحلتنا في اسطنبول، وهذوما اهم المعالم اللي لازم تزورهم واهم الاماكن اللي لازم تمشي لهم. فعاودوا بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. يلا يا جماعة في فيديو قادم.